في نوع من الأذى ما بيترك كدمة على جسمك، بيتركها بعقلك. تصير توقف تسأل نفسك: أنا شفت صح؟ هو فعلا قال هيك؟ أو أنا عم بالغ؟ يمكن توصل لمرحلة تشك بعيونك، بذاكرتك، وبإحساسك. فهون اعرف انك عم تتعرض لأخطر نوع من التلاعب النفسي ممكن يلعبها النرجسي المسيطر عليك. تلاعب بخليك تشك بنفسك أو تشكيك بحقيقتك وبكل شي بتعرفه. إذا كنت فايت بعلاقة مع شخص نرجسي أو متلاعب، فغالبا هذا الفيديو لإلك، لأنك بتكون عم بتعيش هاي التجربة. يا أصدقائي، أول شي التلاعب الحقيقي ما بيبدأ لما بيكذب عليك، بيبدأ وقت اللي بيخليك تكذب على نفسك. هدف النرجسي مو انه يقنعك انه هو الصح ابدا، هدفه يخليك تبطل تعرف اذا انت صح او غلط. ولهيك بيستخدم معك 3 ألعاب خطيرة، بتمنى تركز فيهم كتير منيح لحتى تعرف كيف تنجو بنفسك. اللعبة الأولى: هاد ما صار. تتذكر انت الموقف بكل تفاصيله، تتذكر الكلمة، النبرة، وحتى شعورك وقتها. أما وقت اللي بتواجهه فهو بيطلع فيك بكل هدوء، بيقلك أنا ما قلت هيك، أنت فاهم غلط، أكيد مخربط. المشكلة هون يا أصدقائي مو بالكذبة، المشكلة بالثقة المطلقة يلي بيحكي لك ياها، لدرجة أنك بتفتح باب الشك على نفسك قبل ما تشك فيه هو. واللعبة الثانية اللي بيمارسها عليك انه المشكلة فيك انت، بيجرحك بكلمة او بيوعدك بشي، وتاني يوم لا، وقت اللي بتواجهه فهو بكل برود بيطلع بعيونك وبيقلك انا مستحيل، اكيد انت عم تتوهم، او انت ذاكرتك صايرة ضعيفة. دائما بيقلب الطاولة عليك، اذا زعلت بيقلك انت حساس، اذا اعترضت انت درامي، اذا دافعت عن كرامتك انت بتفتش على المشاكل. وبالتدريج وبمرور الوقت بتبطل تعترض على اي اهانة او تقصير، بتبطل تسأل اذا تصرفه صح، بتصير بتسأل نفسك اذا شعورك نفسه غلط او انت فعلا عم تتصرف بطريقة مبالغ فيها. وهون بيكون النرجسي ربح نصف المعركة. واللعبة الثالثة هي قلب الأدوار. أنت بتدخل على النقاش وأنت الضحية يلي عم بتطالب بحقها، حتى تحكي عن خطأ عمله بحقك، عن موقف جرحك فيه أو إحساس ضايقك منه، وبالآخير بتطلع منه وأنت عم تبكي وتعتذر وتترجاه ليرضى. ليه؟ لأنه بيعرف تماما كيف يرمي غلطه عليك ويطالعك أنت المذنب بردة فعلك، حتى تلاقي حالك عم تعتذر عن أغلاط هو يلي ارتكبها بحقك. طيب، وهلأ بعد ما حطينا ايدنا على الوجع، ما بدنا نعرف شو الحل؟ لحتى تكسر هي اللعبة، أول شي اوعى تدخل بمعركة لإثبات شي أنت متأكد منه. النرجسي بيتغذى على محاولاتك لتثبت حقيقتك. لما تبلش تبرر وتشرح فأنت عم تعطيه مساحة ليلعب بعقلك أكتر. الحل هون هو الانسحاب البارد، لا تناقش ببديهيات أنت متأكد منها. وتاني حل، ويمكن تستغربوا شوي منه، إنه اكتب كل موقف بعد ما يصير مباشرة. مو, مو لأنك ضعيف الذاكرة، لا، بس لأنه الورقة ما بتخربط، ما بتضحك عليك. فأنت وقت اللي بترجع بتقراها بعد أيام رح تعرف إنك ما كنت عم تتوهم، وإنك على حق، بخلاف الوهم يلي عم يعيشك فيه ويزرعه جواتك. وثالث حل، لا تخلي الشخص النرجسي يكون المصدر الوحيد ومرجعك الأعلى لتعريف الواقع والحياة. لازم تحكي مع شخص ناضج أو مختص أو إنسان بتوثق بحكمته، صديق حقيقي، لأنه أحيانا كلمة من شخص خارج الدائرة بترجع لك ثقتك بنفسك أكثر من 100 نقاش مع هذا النرجسي. اسمعني منيح، أخطر خسارة بالحياة مو إنك تخسر شخص، أخطر خسارة إنك تخسر ثقتك بنفسك. لما يوصلك لمرحلة إنك تشك بعقلك وبذاكرتك، فتأكد تماما إنك صرت أسهل للسيطرة، لأن الإنسان الواثق من نفسه كتير صعب التلاعب فيه. لهيك اوعك تسمح لحدا يسرق منك الشيء الوحيد اللي بيميزك، هي قدرتك على رؤية الحقيقة. أنت مو مجنون ولا حساس زيادة ولا عم تتوهم. خلي عندك ثقة بإحساسك
وثقة بعقلك، لأن الإنسان اللي بيحاول يقنعك إنك ما عم تفهم الواقع هو أكتر شخص خايف إنك تشوف واقعه الحقيقي. الله يبعد عنكم كل الناس النرجسيين والسلبيين، ويقرب لكم كل الناس اللي تستاهل قلوبكم الحلوة وأرواحكم الصافية. أنا بتمنى لكم كل الخير، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. تضلوا بألف خير وبأمان الله.